يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. تعالوا يا حلوين بقى لما اوريكم انا جبت ايه من السوق والاسعار بجد في السوق ده. يعني اول مره اشوف اسعار بالمنظر ده. انا كنت جايبه هنا الخيار المكسر ده الكيلو ب5 جنيه. السليم كان الكيلو ب10 جنيه، الكيلو ب10 جنيه. يعني الاتنين من ده ب10 جنيه، فجبت كيلو قلت احطه في المخلل حلو قوي. يعني هو مش متوسخ ولا في تراب ولا في رمل ولا نضيف ومتكسر بس من التنزيل والتعبية وكده. وجبت التفاح ده، معلش الإضاءة ضاربة في الحاجة. جبت التفاح ده حجمه وسط كده. هو تفاح أصفر على تفاح بلدي. الكيلو كان عامل 15، جبت كيلو. بقول لكم الأسعار يعني بصراحة، يعني الأسعار عجباني أوي، يعني مفيش أسعار بالشكل دي. وجبت طماطم كمان، الطماطم دي كانت الكيلو ب5، قلت لك كيلو وربع علشان فيها حتة صفرة كده. قلت جامدة للسلطة مش مشكلة، مش عايزاها حمرا. جبت كيلو وربع ب5. فوافقت، قلت لك كيلو وربع، قالت لي تمام ماشي. قلت لها ماشي هلا. وكنت دايخة بقى في السوق مش عارفة هجيب ايه. كنت هجيب دبابيس واعملها وهعمل رز اصفر وكده. وبعدين لقيت سمك وسطاني كده ب40 جنيه، جبت كيلو وربع ب50. هي كانت بتقول ب50، وبعدين قالت لي، قلت لها ب40، قالت لي خلاص ماشي خد الكيلو وربع ب50. قلت لها ماشي هات كيلو وربع. جبت الكيلو وربع ب50 وشويته على 10 بس كده. يا حبيبي اكتبوا لي بقى في التعليقات عندكم الحاجة كده رخيصة ولا غالية.